احكي لي عن الفيوم شوية، فيها ايه بقى؟ الفيوم بلد جميلة، يعني هي بلد جميلة وبسيطة. انا عارفة انك عايش في القاهرة، بس آه ضروري بتروح عشان تدرس. أكيد. الفيوم إحنا بنقول إن هي واحة موجودة في وسط صحراء. هي طبعا اللي بيدخلها بحر يوسف كفرع كجزء من النيل، وهناك بحيرة قارون. في مثلا أماكن سياحية عظيمة بيروحها السياح زي قرية تونس المشهورة بالفخار، وهي واقعة على بحيرة قارون، فتلاقي إن الناس هناك بيروحوا يتبسطوا جدا في شلالات. في الجزء بقى الأثري نلاقي مثلا في مدخل الفيوم حاجة اسمها متحف كوم أوشيم ومدينة كوم وشيم ده اسم قديم قوي. طبعا. ونلاقي مدينة قرانيس ومدينة ماضي، نلاقي منطقة اللاهون وفي هرم للاهون. في نلاقي برضو مناطق أثرية كتيرة موجودة في نواحي الفيوم. هل هي محطوطة على الخرائط السياحية لمصر؟ طبعا في بعضها محطوطة على الخرائط، وفي طبعا يعني الفيوم ده اللي اكتشف في حاجات كتير جدا ممكن تبقى تحت لسه ما اكتشفتش، بس طبعا في مناطق كتيرة جدا محطوطة والسياح بيروحوا الفيوم. يعني هي بتبقى تجربة سياحية وأثرية في نفس الوقت، لأن هم بيجمعوا عندهم مقومات السياحة المختلفة، وكمان عندهم الآثار اللي تقدر تشجع هل اتعمل السياحة. متحف في الفيوم؟ في متحف كوم أوشيم موجود في في الفيوم. كوم وشيم بالظبط. دايما الإنسان بيهفو للماضي، يحب طبعا. يشوف الماضي. لا، خصوصا لما يكون ماضي عظيم زي ماضي بالظبط. مصر. يعني احنا لسه ما يعني تحت الأرض ياما شايلة كنوز لسه كتير جدا. منطقة سقارة تشهد على كده. ده مش ممكن يعني ده احنا قربنا نوصل بمعدل كل يوم اكتشاف. ده حقيقة. يعني منطقة وادي النطرون مثلا كلها تقريبا يكاد يكون من عند دير أبو مقار لحد دير البراموس، المنطقة دي كلها كانت مناطق من القرن الرابع فيها آثار قبطية تحت الأنقاض كتير. يعني كل ده لم يكتشف إلى الآن. يعني هل ما فكرتش تعمل مشروع ان تبتدي مثلا في الأديرة دي تحاولوا تنقبوا عن حاجات؟ هو موضوع التنقيب بيحتاج موافقات كتيرة، بيحتاج عمالة، بيحتاج دعم كبير، بيحتاج ان الموضوع يكون منظم، بيحتاج فريق متخصص في كل حاجة. انا عموما مبسوطة دلوقتي ان ما بقاش في بعثات اجنبية خالصة، اللي هي كان الخواجة يجي من بره ياخد التصاريح ويرلم له شوية عمال ويسرق زي ما هو عايز وهو ماشي. يعني مثلا قصة سرقة راس نفرتيتي، هاورد كارتر باللي عمله، يعني يقال ان هو هرب حوالي 5000 قطعة من مقبرة توت عنخ آمون، ويا ريت هو اللي اكتشفها، هو اللي واخد المجد، والطفل الجميل حسن عبد الرسول يعني يا دوبك ابتدوا يذكروه دلوقتي. فدلوقتي يا اما لو حد اجنبي معاه مصري، يا اما بعثات مصريه خالص. ان احنا بقى عندنا كوادر كبيره في مجال علم المصريات او في مجالات الترميم، وبنقدر ان احنا دلوقتي يعني يتم المهمه على اكمل وجه. يعني ودلوقتي اللي يشهد على كده المتحف المصري الكبير ومتحف الحضاره، بقى عندنا معامل كبيره موجوده في مصر نقدر ان احنا نستخدمها ونطوعها. بقينا مش بس كده، لانه هتلاقوا كمان اغلب الموجودين في المعامل دلوقتي دي بقوا بيسعوا للماجستير والدكتوراه، وبقوا ان هو يستخدموا يجمعوا ما بين الجوانب التطبيقيه والجوانب لو عاد بي الزمن لفعلت ذلك. فطبعا يعني لا دلوقتي المصريين بقوا على قدر كبير جدا من العلم الحمد لله والدراسه في نفس الوقت. الحمد. اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب.